السلام عليكم صحاباتي، لاباس عليكم؟ كنتمنىكم كاملين بكم تكونوا بخير. يا ربي تفرح كل وحده باللي تمنات في خاطرها. وشكرا لاي وحده شافتني كنستاهل وتفاعلت مع لي فيديو ديالي. البنات ما فيها بس اللي تفرجت وسمعت القصه وشافتني كنستاهل تخلي البصمه ديالها كما كانت. هادشي راه كيساعد الفيديو باش ينتشر كثر ويسمعوا القصه عدد بزاف ديال الناس. قصة اليوم هذا راه ماشي حكايه ولا روايه، هذا راه قصتي انا نجاة. عندي 19 عام، غير جالسه في الدار. حنا 3 د الخوت، 2 ولاد وانا بوحديتي اللي بنت. واحد كبر مني وواحد صغار مني. هذاك اللي كبر مني ما قراش، مشى دار الميكانيك، واللي صغار مني باقي كيتقاتل مع ديك القرايه. بابا مسكين راجل غير درويش، طالب معاش، واحد النهار كيخدم ويومين لا، وماما مسكينه غير جالسه في الدار. حنا ناس دراوش ما عندناش وما خصناش. حتى انا ما كملتش قرايتي، كنت دخلت ندير الدبلوم ديال الكونطابيليتي حتى هو ما كملتش فيه. بيني وبينكم، بيني وبين القرايه غير الخير والاحسان. بقيت جالسه في الدار، مره كنخرج مع ماما، مره انا في الدار، المهم جالسه بحال بنات الشعب كاملين. حتى واحد النهار دخلت عليا النمره غلط، لقيت واحد السيد قال لي اختي انا كنسقسي في شي واحد. المهم انا راه ماشي هو ديك الواحد، عرفت بلا النمره غلط. دوزنا شي 3 ايام، السيد رجع عاود اتصل بيا قال لي فين كتسكنيش، فينا بلاصه انت؟ قلت له انا هاش من المدينه، لقيته ما بعيدش عليا بزاف. المهم بقينا كنهضروا في التليفون تقريبا شي 3 شهور. تربطت بيا بحال اللي كيقولوا، حتى هو تربط بيا. قال لي عجبتني عقليتك. قلت له ولد الناس حنا راه ما عندناش، حنا الناس غير دراويش. قال لي واش كتقراي؟ قلت له راه ما كنقراش. قلت له درت الدبلوم ديال الكونطابيليتي. قال لي علاش ما كملتيش فيه؟ قلت له هادشي اللي عطا الله. انا واحد السيده معكازه، كيعجبني النعاس، كتعجبني الدار، انا بيتوتيه لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. المهم تقريبا عرف عليا كل شيء غير في التليفون، وحتى انا هكاك. السيد قاري والله يعمرها سلعه ومتمسك عليها الله، وعنده واحد الشركه اللي هي صغيره. ديك الساعات انا ما عرفتش التخصص ديال الشركه ديالو. المهم في الاول بقينا غير في الهضره في التليفون، من بعد صيفط لي التصويره، نصيفط لك التصويره، من بعد سوني ابل، من بعد كاميرا، صافي حتى طلقنا الطبيعه على بعضياتنا. واحد النهار قال لي بنت الناس انا راه عجبتيني بزاف، راه بغيت نجي نخطبك زعما. قلت له مرحبا بك. قلتها لماما، قلتها لبابا. قال لك بنتي مرحبا بك. قلت له راه واحد الولد غيجي يخطبني، حتى هما ما دخلوش معايا في التفاصيل بزاف. لا فين عرفتيه لا فين عرفك. ماما خلاص كانت عارفاني، حيت اصلا كانت كتشوفني كنهضر معاه في التليفون، ولكن بابا وخوتي ما عارفينش. المهم صيفط للسيد العنوان، عرفني بالضبط في الدار ديالنا فين كنسكن. جا هو ووالديه خطبوني، الصراحه كبروا بيا، العائله ديالو الله يعمرها سلعه. دازت الخطبه غزاله، درنا العرس، رحت للدار ديالي وما كانش عنده الدار، غير كان كاريها. من بعد شهرين ديال الزواج قال لي نجاة دابا انت ديجا كنتي قلتي لي بديتي كتقري الكونطابيليتي وما كملتيش، علاش ما تمشيش تخدمي معايا؟ انا راه عندي الشركه ديالي غير صغيره، خدامين معايا غير واحد 2 ولاد، واصلا هذا المجال ديال الكوزينات بحيث هو كيسموه الكوزينات. قال لي هذا المجال ديال الكوزينه خصو ضروري المراه، وانا اصلا كنت غندير بنت في الكونطابيليتي. اللهم فيك انت. الصراحه بيني وبينكم عجبني الحال، وقلت حتى هذه فرصه باش نعاون ماما ونعاون بابا ونعاون حتى خوتي مساكن كيبقاو فيا، حيت الكبير ميكانيك والصغير باقي كيقرا. مشيت كنخدم معاه، الصراحه عجبني ديك المجال بزاف، وعطيت فيه بزاف، وعاونته لواحد الدرجه اللي ما كتصورش، وبانت البلاصه ديالي تما بحال اللي كيقولوا لا ومولاتي. رجعت كنتواصل له مع الكليان، ما بقيتش شاده غير الكونطابيليتي، تقريبا رجعت انا هي مولات الشيء. رجع كل شيء عليا، ما بقاوش خدامين معاه غير 2 دراري، رجعوا تبارك الله خدامين معاه 5 و6. انا حملت ولدت ولدي الاولاني، وانا هكاك باقا خدامه، ما وقفتش كاع. 20 السكينه ديالنا بال علينا الرزق. خويا اللي كبر مني حتى هو تزوج، هذاك اللي ميكانيك حتى هو تزوج تبارك الله، غير تزوج مراته ولدت العام الاولاني، العام الثاني ولدت له تبارك الله حتى كملت له 5 ديال الاولاد. انا ولدت غير 3، الولد الاولاني و2 بنيتات. شرينا واحد البقعه ديال الارض انا وراجلي، ودرنا تحت منا الكراجات، بنينا فيها 3 ديال الطبقات من الفوق، وانا واقفه معاه الدرهم ما كيزهقش، حتى كنعرف راسي فين غادي نحطو، وكل شيء كيبان علينا. راجلي شرا الطوموبيل الاخرانيه، حتى انا شرا لي طوموبيل، كنعاون ماما كنعاون خوتي، الخير بان علينا لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. وحتى هو راجل الله يعمرها سلعه وكريم، والحاجه اللي خصني كيقول لي لا طلبت له وحده كيعطيني 10، وغير نجاة كلمتي ما كطيحش الارض. القيمه ديالي من القيمه ديالو، عائلته كيديروا لي الحساب، هو كيدير لي الحساب، عائلتي كيديروا لي الحساب. المهم نتوما راكم عارفين في هذا الوقت هذا تبارك الله قدم ما عندك قدم ما تسوى، يعني لا عندك فلوس بزاف راك كتسوى بزاف. واحد النهار مسكين جا لعندي خويا وهو معصب بزاف، قال لي يا اختي بغيت نقول لك شي حاجه. اختي قال لي انا اللي تزوجت بهاد المراه وهي كل عام كتولد ليا تبارك الله، راه حنا ولدنا 5 ودابا حاليا راها حامله.
انا الصراحه الله ما لقيت ما نقول له، بقيت غير كنشوف فيه. قلت له اخويا انا اللي عليا غادي نعاونك حتى تكبر هذوك الوليدات. قال لي اختي ما بقاتش في المعاونه، راه بصح بالنيه المراه عاوتاني العام اللي ما جا غادي تولد لي اختي، راه بزاف عليا اختي، وانا اختي خدام غير مع الناس. انت اختي عارفه كان عندي غير الكراج ديالي ماشي مشكل، انا اختي راه كنخدم اختي غير على الناس وصافي. قال لي اختي انا وصلت لواحد المرحله اللي ما بقاش كاع النعاس كيديني. رجعت اختي كنبقى غير كنفكر بزاف. وانت اختي راه تبارك الله ربي سهل عليك بهذا الراجل وصدق لك الله يعمرها سلعه ومسك اختي عليك الله، وانت عندك غير 3. اما اختي هي راه كل ساعه تولد لي كل ساعه تولد لي. رجعت اختي كندخل الدار كنتخنق بيني وبينكم، عز عليا خويا بزاف، بقيت كنفكر فيه بزاف. قلت اجي نقول لك واحد الحاجه، علاش ما تهضرش مع ماما وتعطيها شي جوج وليدات كيجلسوا عندها؟ قال لي اختي ما بقاتش نعطيهم لماما، راه اختي قال لي راه مراتي راه العام الجاي عاوتاني غتولد لي ديك الجوج. هضر اختي معاها الله يعطيك السر، سير اختي عندها وقولي لها بارك عليها اختي من الاولاد، دير اختي شي حل، تمشي اختي تبقى تشرب الفانيد ولا اختي تمشي دير داكشي اللي كيديروا العيالات. المهم اختي انا راه بزاف عليا مع هاد الاولاد هادو. قال لها اختي شوفي راه دابا تبارك الله عندي البنيته الاولانيه عاد غتدخل لها المدرسه وهي تبارك الله عندها 5. الاولانيه ديالها الكبيره ديالها عندها واقيلا شي 7 سنين بحال هكاك. قال لها اختي ودابا هي البنيته خصها تدخل المدرسه، واش اختي غنشري لها كتوبه شنو غنشري لها؟ قلت له صافي اخويا كون هاني انا غادي نمشي لعندها. ايوا مشيت عند مرات خويا وهضرت معاها، قلت لها اختي هادشي زعما اللي كديري راه بزاف، هما الوليدات مزيانين ولكن شوفيني انا ربي مسك عليا وعندي السكينه ديالي والطوموبيل ديالي والطوموبيل راجلي وخدامه وراجلي خدام وما ناقصنا خير، وانا اختي عندي غير 3 وهكاك وجاييني بزاف. اما انت اختي تبارك الله 5 ودابا زايده 6 في الطريق. ايوا هذه هي اللي كيقولوا عليها الزلط والشجاعه اختي. بقات كضحك. قلت لها ودابا هاد البنيته هذه اللي خصها المدرسه شنو غادي ديري معاها؟ واش غتكسيها؟ واش غتكسي خوتها؟ واش تشري لها الكتوبه؟ قالت لي اختي وهذا الشيء اللي عطا الله اختي انا كيعجبوني الوليدات وانا كنبغي راجلي اختي وباغا نولد معاه. قلت لها اختي انا ماشي كندخل فيك ولا شي حاجه، ولكن اختي راه ما مزيانه لك لا صحيا ولا نفسيا ولا معنويا ولا ماديا. قالت لي اختي هذا الشيء اللي عطا الله. هي البنيته هنايا بقات كتشوف فيا، قالت لي عمتي ديني معاك. عمتي انا بغيت نمشي معاك نجلس معاك شويه، انا اصلا توحشت البنات بحال اللي قلت لكم. هي عندها 7 سنين يلا خصها عندها الدخول المدرسي. قلت لها شوفي بنتي راه ماماك ما تبغيش. قالت لي هي لا شوفي الا بغيتي تديها ديها على ما يجي الدخول المدرسي ونجيبها لك. هي اصلا كتوحم دابا وصافي غيبقاو لها غير 4 الاخرين معاها. قلت لها واخا اصلا كيخرجوا كيقيلوا نهار في الزنقه. جبت معايا البنيته خرجنا جبتها معايا للدار. صراحه غير دخلتها للدار دوشت لها درت لها واحد الغسله، بناتي فرحوا بها بزاف وحتى هي عجبها الحال. جلست معايا 15 يوم بالحساب. تبارك الله البنيته بانت فيها التهلو، كتنعس في الوقت كتنوض في الوقت، ومع الزنقه ما بقاتش كاع كتخرج لها. عجبها الحال واحد الدرجه اللي ما كتصوروش. نهار اللي بغيت نردها بحالتها قلت لها يلاه صافي بنتي يلاه هي باش يلاه توجدي راسك دابا غادي تمشي باش تقراي. بقات بنتي كتبكي وحتى هي بقات كتبكي. قالت لي عمتي انا بغيت نبقى معاك. قلت لها لا بنتي راه ما يمكنش، خصك بنتي تمشي عند ماماك راها ما تبغيش. قالت لي لا عمتي قوليها لبابا، عيطي لبابا وقوليها له قول له انا بغيت سناء تبقى معايا. قلت لها لا بنتي ما يمكنش. بنتي كيفاش غندير لك انا براسي خدامه، خواتاتك اللي هما بناتي زعما. قلت لها بنتي كيجي موراهم ترونسبور كيديهم النهار كامل كيقيلوا في المدرسه، وانت بنتي شنو غتقيلي كديري هنا؟ قالت لي عمتي حتى انا بغيت نمشي نقرا معاهم وبغيت عمتي نبقى نلبس بحال حوايجهم. الصراحه بيني وبينكم عزت عليا، انا اصلا خويا الكبير عندي عزيز بزاف. انا اصلا انا خوتي بجوج بهم الوالدين ديالنا رباونا واحد التربيه حنانين بزاف على بعضياتنا. هي كتهضر وانا كنشوف فيها غير وجه خويا. بيني وبينكم ما سخيتش بها، قلت ما فيها بس الا جلست معايا بنت خويا وتكفلت بها علاش لا. حتى الراجل ديالي ما غيقول والو، اصلا انا خدامه وتقريبا انا اللي عليا الشركه كامله، انا هي مولات الشركه. راجلي رجع خدام معايا ماشي انا اللي خدامه معاه. قلت ما فيها بس الا تكفلت بهاد البنيته هذه. والصراحه وزوينه فحال اللي قلت لكم بزاف. المهم مشيت عند مرات خويا وقلتها لها، ما بغيتش نقولها لخويا، قلت عندك هو يبغي وهي ما تبغيش ونوض شي مشكل، ندي راي ديالها هي الاولانيه. مشيت لعندها قلت لها اختي راه سناء بغات تجلس معايا. المهم هي بقات كتشوف فيا بحال اللي ما عجبهاش الحال. قالت لي لا اختي انا ولدتهم ماشي باش نفرقهم. قلت لها الله يا بنتي شحال الهضره كتقولي شنو غتفرقي؟ هذه راه بنت خويا راه بحال بنتي، حنا جالسين ساكنين صاحبتي غير حداكم، توحشيها شدي طاكسي واجي ولا عيطي لا انا نجيبها لك. بقات ساكته بحال اللي ما عجبهاش. انا خليتها على خاطر حسيت بها بحال اللي قلت لكم ما عجبهاش الحال. هي البنيته بقات كتبكي شداتني قالت لي عمتي والو ما تمشيش وتخليني هنايا. بقيت كنشوف قلت لها دابا الله ينعس الشيطان مرات خويا خلي البنيته تمشي معايا. وهي تقول لي في الاخر وصافي يلاه ديها. قلت لها سناء يلاه صافي بنتي صافي زيدي بلا ما تجيبي على حوايج لا والو. اصلا بحال اللي قلت لكم هي عندها 7 سنين وانا عندي البنيته عندها 7 سنين، انا عندي الوليد هو اللي كبير. وديت سناء معايا دخلت للدار فرحوا فيها بها بناتي بزاف وحتى ولدي فرح بها وحتى الراجل ديالي. دابا رجعوا عندي 3 البنيتات ووليد. انا عارفه المسؤوليه غادي تزاد عليا بزاف ولكن قلت ماشي مشكل على وجه خويا اللي كنحماق عليه ماشي مشكل كلشي هون.
والصراحه حتى سناء دخلت عليا بزايد الرزق تبارك الله، غير دخلت الخير فاض عليا، زاد فاضل الخير لواحد الدرجه اللي ما كتصوروهاش، وبان علينا الرزق بزاف. واحد النهار هو يجي عاوتاني عندي خويا قال لي اختي هذيك الدار اللي ساكن فيها انا مولاها راه بغى يبيعها، وقالنا خرجوا من الدار. وانا اختي فين غادي نمشي، انا كارهه قديمه اختي والثمن اللي هو طايح بزاف. قلت له بلاتي اخويا راه طاحت لي واحد الفكره في راسي، نتشاور مع راجلي ونرد عليك. قلتها للراجل ديالي، قال لي راجلي شوفي بشحال باغي يبيع هذاك السيد، ولا كان شي ثمن مزيان خذيها الا وكتبيها في سميتك وخلي خوك ساكن فيها، المهم براسك انت وخوك كريها له ولا خلي ساكن فيها ولا انت اللي بغيتي، المهم هي غتكون ديالك. انا فرحت بزاف وعجبني الحال، وحتى ماما شبعت معايا دعاوي بقات كترضي عليا وقالت لي سيره بنتي كما كتفرجي على خوتك الله يفرجها عليك. انا دعاوي امي ما عندي هما الفضل وراس المال. مشات الايام وجاو الاعوام والدراري كبروا، الولد عنده 19 عام والبنات بجوج بهم عندهم 17 وبنتي الصغيره عندها 15 عام. بنت خويا تبارك الله سناء تفرزت ورجعت عندها الفورمه كتحمق، هي اصلا كتشبه لماماها، ماماها تبارك الله زوينه وهي خرجت كتشبه لها بزاف تبارك الله، عندها الفورمه زوينه. وانا كنت كنقول غير غادي يساليو القرايه هي وولدي غادي نزوجهم، حيت عمري ما دخلت لهم ديك الفكره بالله هما خوت. وتبارك الله هي مطوره ومجتهده، وكنت كنشوف فيها هذيك المراه المكافحه، كنت كنقول هذه غادي تشبهني، غادي تكون حتى هي لاله ومولاتي وغادي تكون قاده، علاش غادي نخليها لواحد اخر غنزوجها بولدي. ايوا الساعه هي كانت كتشوف بعيد. المهم واحد شويه وهي كتبان لي البنت بحال اللي بدات كتبدل بزاف، بديت كنهضر معاها ما بقاتش كتسمع لي الهضره ديالي، كنت كنقول غير المراهقه السن ديال 17 عام هذا شويه حرج، ولكن البنت زادت فيه حتى اللباس ديالها في الدار تبدل بزاف. كنت كنقول انا واش هادي دارتي عينيها في الولد، ولكن انا كنشوف ولدي ماشي من ديك النوع، انا ولدي من ديك النوع القراي تبارك الله، مقابل غير قرايته وعينه غير في الدبلومات وخصو غير يوصل لهكايا شي حاجه في المجتمع اللي تكون كبيره. ولدي ماشي من ديك النوع ديال البنات او لاكا، حتى التليفون انا ولدي ما مبليش كاع به. وهي علاش كتلبس هذا اللباس هذا، علاش رجعت البنت خفيفه كطير ورجعت ما بقاتش كتدخل تنعس في البيت ديالها، رجعت كتنعس في الصاله. بديت كنرد لها البال شي تصرفات، وكنقول للراجل ديالي شوف واش ما كتردش البال لسناء، كيقول لي والله ديك المراه ما تديريش بالك معاهم، هما راهم بثلاثه بهم انا كيجوني بحال نفس التصرفات نفس العقليه. وغير دابا انت يا سناء رده معاها البال بزاف وصافي. كنقول له لا راه شي حاجه ماشي هي هذيك، تيقول لي لا نعس الشيطان المراه وانت ما كنعرفكش هكا، انا جات زعما انت قاريه وواعيه وتبارك الله بنت الوقت وبنت الدومين وعارفه شنو كاين، وهذاك البنيته بالمراهقه والحراره وخليها تنعس فيما بغات، ما تحسياش بالله هي هذه راه ماشي دارهم، خلي البنيته تنعس في الصالون ولا تنعس في الدار ولا تنعس فيما بغات. وانا بيني وبينكم انا ماشي شي وحده اللي مبهله ولا لا، انا مطوره وكنشوفها وكنحسبها وهي طايره. جاتني شي حاجه ماشي هي هذيك، البنت تبدلت بزاف وكنرد البال حتى مع ولدي ما سايق خبر، ولدي انا فيما كنشوفو كنلقى في يدو كتاب. واحد النهار وانا نشد بنتي قلت لها اجا بنتي واش ما لاحظتيش على سناء بالله تغيرات؟ قالت لي ماما راها تبدلت بزاف. قالت لي كنكونوا ناعسين بالليل ماما كنحس بها كتحل الباب وكتنوض ماما كتخرج للدار كتبقى تدور في الدار ما عرفتش كدير، راه ماما رجعت ملي كتكوني ما كتكونيش انت هنا كتدخل لك البيت النعاس ديالك وكتبقى تلعب لك في المكياج ديالك. انا كنقول لها راه الا شافتك ماما راه ما غتبغيش. كتقول لي وحتى انت ماماك شنو غدير صاحبتي، ماماك راها من هي في الزنقه وفي الخدمه. قلت لها بنتي واش مأكده؟ قالت لي قلت لها عندك بنتي غير تكوني زعما كتغيري منها؟ قالت لي الله يا ماما علاش غادي نغير منها، هي ماما انا اختي، انا عمري ما حسبتها هي بنت حبيبي، انا دائما كنحسبها اختي. لا ماما هذا الشيء هو اللي كاين. ايوا بقيت كنرد البال مع البنيته بصح وبالنيه، رجعت كنحط الحاجه في بيت النعاس ديالي كنجي كنلقاها مبدله لها البلاصه، يعني عرفت بلا شي واحد كيدخل مورايا للبيت. واحد النهار شديتها غير بشويه وهضرت معاها قلت لها سناء بنتي علاش بنتي كتبقاي تدوري بديك الحوايج بحال هكا في الدار وانت عارفه ولدي هيثم مراهق وعارفه بنتي عمك احمد كيدخل للدار وما خصوش يشوفك بهذوك الحوايج؟ قالت لي لا عمتي غير كيجيب لك الله، انا عمو احمد راه ما كيقول لي والو بالعكس هو ما كيعجبو الحال، غير انت هي اللي فيك الشك ولا ما نعرف مالكي، وهذاك هيثم راه بحال خويا. قلت لها لا بنتي هو راه ماشي بحال خوك هو راه ولد عمتك. قالت لي ولكن واخا هي كنتي دائما كتقولي لي بالله البنات خواتاتي، ايوا راه حتى هو بحال خويا. قلت لها بنتي بحال خوك ولكن هو راه ماشي خوك. قلت له عمك احمد شكون اللي قال لك كيعجبو الحال؟ قالت لي حيت هو عمره ما قال لي، انا شحال مره كيدخل وكيلقاني ناعسه في الصالون وما عمره ما قال لي شي حاجه، غير انت هي اللي ما كيعجبكش الحال، فيما كتدخلي كنحس بك تبقاي تديري فيا شي شوفات ماشي هما هذوك. قلت لها ياك بنتي بحال هكا. قلت لها شوفي من الاخر بنتي راه الا ما درتيش عقلك غادي نديك بحالاتك عند ماماك. قالت لي لا انا عمري ما غادي نمشي، انا جالسه هنايا في الدار ديال عمو احمد. صدماتني ملي قالت هاد الهضره بقيت غير كنشوف فيها. قلت لها الله يا بنتي انت باقا عندك 17 عام وكتقولي هاد الهضره هادي؟ قلت لها شوفي بنتي سنه اخر مره لقاك ناعسه في الصالون تبقاي تنعسي في البيت ديالك، ونزيدك واحد الحاجه ما تبقيش تدخلي لي البيت النعاس. قالت لي انا عمري ما دخلت. قلت لها لا بنتي راه كي دخلتي لبيت النعاس. قلت لها فراسك انا راه دايره الكاميرات. قالت لي انت دايره الكاميرات. قلت لها انا دايره الكاميرات في بيت النعاس وكنشوفك، وانا راه بيني وبينكم ما دايره لا كاميرات لا حتى شي حاجه.
ايوا ولكن انا ما ارتحيت لهاش ديك الطريقه د الهضره كيفاش هضرت معايا والبنت كيفاش كتجبد بوحديتها ما ارتحيت لهاش كاع. المهم انا ما ركزتش بزاف ولكن انا راني رده معاها البال. نجحوا في الباك شدوا الباك قال لك غيمشيو يقلبوا على الخدمه. قلت لهم انا علاش غادي تقلبوا على الخدمه؟ خدموا معانا حنايا، علاش حنا مخدمين معنا غير الناس برانيه اللهم نتوما. هبطت هي وبنتي كيخدموا معانا، انا درت لهم واحد الصالير اللي هو محفز. البنيته بقاو كيبانوا عليها الفلوس بس كتعاون ماماها وكتعاون باباها كتهلا فيهم الصراحه الله. وحتى انا ما كانت حاسبش معاها، بانوا عليها الفلوس بس كتشري شي حويجات كتلبس الحوايج كيبينوا لها المفاتين ديالها. بحال اللي قلت لكم هي زوينه ما شاء الله وعندها الفورمه زوينه بزاف. ايوا هنايا منين رجعت خدامه معايا وكنشوفها تقريبا 24 ساعه على 24 ساعه يعني في الخدمه وفي الدار بديت كرد معاها البال بزاف. البنت رجعت كتمشي على الصبيعات رجليها كتقطع بالطروفه. والراجل ديالي كنشوفو كيدير فيها شي شوفات ماشي هما هادوك، يعني ديك الشوفات ماشي بريئين. واحد النهار وانا كنهز التليفون ديال راجلي بحال هكايا كنلقى فيه الكود. هو انا جاتني غريبه راجلي عمره ما دار الكود للتليفون ديالو. عيطت له قلت له احمد واش داير الكود للتليفون؟ قال لي قلت له علاش؟ قال لي راه عندي تما شي ملفات مهمين بزاف ديال الخدمه ما بغيتهمش يمشيو ليا. قلت له واخا يلاه قول لي الكود. هو كيقول لي ديك كود بين كنديرو التليفون ما بغاش يتفتح. قلت له راه ما بغاش يتفتح التليفون. قال لي لا ما يمكنش راه هو هذاك الكود. شد من عندي التليفون كيعاود نفس الكود ما بغاش التليفون يتفتح له. قال لي انا نسيت الكود عرفتي انا درته وانا كنت مزروب ومشغول والراس كان عامر دابا تليفوني يمكن خصني نفورماطيه. قلت له ما يمكنش وانت غير دابا كتقول خصك عندك الملفات اللي هما مهمين. قال لي هادشي اللي عطا لها دابا انا راني نسيت الكود بين التليفون ضروري خصو يتفورماطا. تما انا عقت بلا راجلي عنده شي حاجه في التليفون ما بغانيش نشوفها ودار الكود باش ما يتفتحلوش التليفون واخا يعرف يمشي فورماطيه. خليته هكاك على هواه ما قلتلوش بالله علاش ولا كيفاش ما حكرتلوش مزيان. بقيت كنرد البال. واحد النهار جات عندي بنتي قالت لي ماما انا راني سمعت سناء كتهضر مع شي واحد في التليفون وكتقول له بالله انا هادشي راه طلع لي في راسي. قلت لها مأكده بنتي؟ قالت لي قالت له ماما اما غدير لي الحل ولا غادي نديرو انا بيديا انا هادشي طلع لي في راسي. هنا بديت كنربط الخيوط وقلت لبنتي سكتي هاد الهضره ما نبغيهاش تخرج بنتي صافي سكتي نسي هاد الهضره. ولكن ردي معاها البال اي حاجه سمعتيها كتقولها ولا كديرها اجي قوليها ليا. وانا بقيت جالسه كنربط هاد الخيط مع هاد الخيط هاد الخيط مع هاد الخيط حتى جمعت الخيوط كاملين وطلعت بالخلاصه وحده بالله هاد الجوج هادو بيناتهم شي حاجه. المهم من تما كينا قلت الراجل ديالي بالله راه شويه الازمه بدات كتدخلنا حنا الخدمه خصنا ضروري نقصوا الخدامه. قال لي كيفاش؟ قلت له حيت انا قلت لكم انا هي اللي مكلفه بكل شيء بالكونطابيليتي بكل شيء تقريبا. الراجل ديالي رجع خدام عندي ما بقى كيعرف والو. الحاجه لما قلتهالوش انا هو ما كيعرفهاش. قلت له بعد اول وحدين غادي نبداو بهم هما سناء والبنيته. البنيته غتطلع الفوق تقابل اختها وسناء غادي تمشي عند ماما هنيت. هاد العطله هادي ما كاينلاش تبقى جالسه في الدار تمشي عند ماماها حتى تدوز العطله ان شاء الله ديك الساعات وتشوف شنو باغا تكمل في القرايه ديالها. هو بحال اللي ما عجبوش الحال وحتى هي بحال اللي ما عجبهاش الحال. قلت لها بنتي غادي تمشي؟ قالت لي لا عمتي غير خليني. قلت لها شوفي بنتي ودابا هذه العطله هذه سيري استافدي من ماماك وخوتك ما عرفتيش عندك ما تبقايش هنا في المغرب بعدا تكوني شبعتي منهم. وانا خصني غير تمشي يعطوني الباسو غير نعرف شنو غادي ندير. كنخطط وكنفكر بوحديتي ما بقيتش كاع كنعس. اما الراجل رجعت كنحس به مرفوع ما بقاش هو هذاك ولكن انا خليته بحال اللي كيقول لك العايق حاضي الفايق. واحد النهار بقيت جالسه مشيت لعند خويا قال لي واختي فوقاش غادي ترجع سناء راه العطله قربت تقاضى. قلت له شوف اخويا اللي غادي نطولوا غنقصروا انا سناء ما بقاش غادي تعيش معايا. قال لي علاش؟ قلت له اخويا شوف بنتك دابا تبارك الله دخلت في المراهقه وعندك البنت زوينه بزاف نتوما ولا بها في هذه اللحظه هذه باباها وماماها وهي تجلس معاهم اخويا وانا اللي عليا غادي نتكفل بها بحال النهار الاول بحال دابا تشوف التخصص اللي بغات دير في المدرسه وانا غادي نعاونها. هو يقلب فيا قلبه وحده قال لي اختي اش كتقولي هذه راه بنتك بحالها بحال ولادك. قلت له راه بنتي بحالها بحال ولادي ولكن اخويا بنتك تبارك الله زوينه بزاف وفيها المراهقه اللهم تجلس معك اخويا انت قابلها. انا اخويا بارك عليا عندي 3 الوليدات انا بيدي دابا راه في المراهقه. انت كتشوف البنت راه قدها في العمر الولد تبارك الله عنده 19 عام البنيته عندها 15 عام يعني هما بثلاثه بهم في الوقيته حتى هما حارجه. هو يقول لي شوف اختي من الاخر ولادك باغا تصيفطيهم للخارج حتى بنتي غتصيفطيها للخارج وبنتي ما عندها ما تجلس دير هنايا ماشي اختي شحال وهي جالسه معك في الاخر تجيبيها لي. قلت له اخويا الله ينعس الشيطان شاد الهضره كتقول. قال لي شوفي انا غتجمع حوايجها وغنصيفطها لك ما عندها ما تجلس دير هنا معايا ديها اختي. قلت له واخا ويلا ما فهمتينيش انت وحسيتي بيا انت هي اللي خويا حياتي كامله وانا كنفهمك وكنحس بك شكون غيحس بيا؟ قال لي شوف اختي انا ما غنفهمك ما غنحس بك هذه بنتك غتهزيها وغتديها معاك وإلا عندك شي مشكل انت وياها فريوها اختي في داركم ما تجيبيها ليش مره اخرى ما تجيبيها ليش انا براسي اختي ما قديتش عليها. قلت له شوف اخويا
دابا نتايا شنو في راسك؟ قال لي انا ما في راسي والو، انا في راسي هي البنت غادي تمشي معاك، هذه بحال اللي غادي تربي ولادك وبحال اللي غتصرفي على ولادك وبحال اللي غتصيفطي ولادك للخارج، حتى هي منهم. صافي اختي ماشي شحال وهي جالسه معاك تا استفدتي منها ساليتي منها وفي الاخر جيبيها لي. قلت له دابا انت خويا ولد ميمتي ولد با اللي كتقول هاد الهضره. قال لي حتى انت اختي اللي مديتي لي البنت ملي كانت عندها 7 سنين وجايباها لي دابا عندها 18 عام كتقولي لي هي بنتك فيها المراهقه خليها معاك. قلت له اياه هذا هو الخير ديالي اخويا، هذه هي اللي كنت دائما هزه لك الهم، وهذا هو اللي هزيت لك الهم اخويا قبل ما تزوج. مني تزوجتي وهزيت الهم لولادك، دابا اخويا ملي جيت لعندك ما خليتينيش حتى نكمل لك الهضره. قلت لك اخويا بنتك تبقى معاك كتقول لي لا ديها ولا شوفي دبري راسك معاها. قلت له شوف اخويا من الاخر هذه راه ماشي بنتي، هذه راه بنتك. واش انت كذبتي كذبه وتيقتيها؟ بنتك غادي تبقى معك هنايا وانا غادي نمشي بحالاتي، وبنتك ما باقيش غادي تدخل الدار ديالي، وخليني معك مزيانه. ايوا قال لي بيني وبينك المخزن. قلت له ويلا اخويا سير دعيني ونشوفو. خليته هكاك عاوتاني هاد المطرقه زادتني في الراس، بقيت غير كنفكر انا شنو الجنس ديال هاد الناس هادو، مالهم كاملين طماعه وكاملين غداره، علاش هاد الناس دايرين بحال هكا؟ هذا خويا اللي كنت كنقول العالم كامل يتبدل عليا الا هو ما يتبدلش عليا. شوفوا دابا كيفاش قلب فيا، قالك غيمشي يدعيني خصو باش نربي له بنته ونديها له للخارج، وانا قلت له غادي نتكفل بها وراه غادي تبقى معايا، غير ما غتبقى ساكنه معايا بحال البارح بحال اليوم. ايوا دوزنا تقريبا شي 4 شهور انا ما عرفتها شنو دارت، حيت ما بقاوش كيعيطوا لي في التليفون قلبوا فيا. خرجت من عندهم معصبه كنقول دابا يعيط خويا الساعه ما عيطليش. واحد النهار مشيت لعنده قلت له شوف اخويا انا راه باغا نبيع هاد الدار هادي وغنشري لكم دار واحده اخرى. انت دابا تبارك الله عندك وليداتك وكبروا لك وليداتك، غادي نشري دار واحده اخرى. قال لي وانا فين غنمشي اختي دابا؟ قلت له انت اخويا سير كري انا غادي نعاونك في الكرا هكا على ما نبيعوا هاد الدار ونولي نشري دار واحده اخرى. قال لي واخا اختي هي اللي ما تعاودش داكشي اللي درت، مشيت كريت له واحد الدار وبعت الدار ديالي ومشيت هزيت فلوسي ومشيت درتهم في البنكه. ومني بقى لي اختي وفين هي الدار اللي غادي تشري لي؟ قلت له خويا ما غاديش نشري لك الدار، حياتك كامله وانت ساكن في هاد الدار بلا كرا، علاش ما جمعتيش فلوس دابا باش تشري الدار؟ خويا انا ما غنشري لك بودار، وخليك اخويا ملهي مع الكرا ديالك ومع وليداتكم، حيت انا منين ريحتها عليكم ووسعتها عليكم نتوما بقيتوا كتقلبوا فين تحفروا لي انا. اما الراجل ديالي خسرت عليه نمره ب5 دراهم وصيفط له ميساج قلت له انا خدامه معاك وعارفه داكشي اللي كيدور بينك وبين سناء وغادي نوصل لها لمراتك. تما هو جاوبني في البلاصه قال لي شكون نتيا وشكون نتوما شنو اللي كيدور، نتوما غير كتخربقوا. خليتها مع هكاك وشديت هذيك النمره وهرستها. انا عارفه بالله هي كانت كتشوف فيه ديك الراجل اللي مهلي في راسو وعنده الفلوس وكيقدر كيجيب لولادو اي حاجه وكيجيب لها حتى هي اي حاجه ومهلي فيها يقدر زعما. كانت ما عرفتش فين كانت باغا توصل معاه وما عرف كيفاش دارت حتى بداو كيهضروا في التليفون. المهم انا مأكده بالله هم عمرهم ما تلاقاو، يلا بداوها في التليفون. ولكن انا حديت لهم الصراحه بحال اللي كيقولوا. هو الراجل بدا كيتبدل دابا، رجع كيحاول يتقرب مني قد ما قدر، ولكن انا عارفه بالله هو عايق بيا، بالله انا حاسه بشي حاجه. مهما بعت خويا الدار وخرجت خويا من الدار حيت خويا بيدو النهار اللي احتاجيته ما لقيتوش معايا، دغيا قلب فيا ما بغاش يفهمني ويعرف يقول لي اختي شنو هو المشكل وعاودي لي تفاصيل المشكل. لا هو دغيا قلب فيا قال لك بغا كاع يدعيني، خليتها معاه هكا. ايوا وسناء كانت الحلم ديالها حتى هي ترجع طبيبه، ما عرفتش قال لك دابا راه قالت لي بنتي راه دارت شي تخصص ديال الايكونومي، خليتها معاه هكاك حتى هي. ومره الصراحه الله ما غاديش نفوتها، غادي نبقى نصيفط لها حيت انا كنت وعدتها بالله غادي نقريها واخا هي ما تستاهلش وكانت باغا تعض اليد اللي تمدت ليها. ويمكن حتى انا درت الغلط، كان خصني نعاونها ونساعدها ولكن تبقى مع باباها ما نجيبهاش للدار ديالي. هي شافت الراجل ديالي وانبهرت بلا راجلي انا من ديك النوع اللي كيتهلا في راسو، ديما كيدوش، ديما لابس نقي، ديما مزيان، كيتهلا فيها، كيجيب لها الحاجات. هي قراتها بالمقلوب. وهما الرجال راكم عارفين الرجال كي دايرين، يعني لقى البنت مراهقه ما عرفتش كيفاش قربت منه ولا شنو قالت له حتى وصلوا لديك المرحله ديال حتى سمعتهم بنتي كيهضروا في التليفون. ولكن انا اللي مأكده منه هي يلا كانت بدات كتهضر معاه، ما نعرف شنو كان في الدماغ ديالها. المهم بحال اللي قلت لكم حنا درنا غلط، كان خصني نخليها في الدار ديالهم ونعاونها ونربيها في الدار ديالهم، ما نجيبهاش للدار ديالي. انا عارفه عندي راجل باقي صغير، وانا جبت له البنيته والبنيته تبارك الله دغيا كبرت وفاضت وبدات كتبين المفاتين ديالها، والراجل طمع. هو لدابا انا ما صرحتوش وما عارفش شنو انا عرفت، وحتى واحد ما صرحته من غير بنتي اللي جات كانت قالت لي ديك الهضره في التليفون، حتى هي ما قلتلاش على التليفون حتى هي ما قلتلاش التفاصيل. انا دابا اللي كندير دابا هي انا ما بقيتش مع ديك الراجل كتاب مفتوح، رجعت كندير من مورا يدي وكنخدم على راسي وكنجمع الفلوس لراسي، وليت مقابله غير وليداتي تبارك الله باغيين يقراو وانا معاهم حتى يوصلوا لبر الامان. والفلوس ديالي رجعت حطاها في البنكه، وإلا شريت شي حاجه رجعت كنكتبها في سميتي، ورجعت بزاف كندير الذهب.
ايوا هذا ما كان، وهذه هي القصه ديالي. دابا بنت خويا الصراحه كنفكر فيها، ولكن الصراحه راه ربيتها، راه تبارك الله راه بقات معايا اكثر من 10 سنين، راه ماشي سهله، ومع عمرها ما مشات للدار ديالهم، كنت كنمشيو ضياف وكترجع معايا ضياف، ولكن هي اختارت الطريقه هذه وكنخليتها. راه انا كنت عرفت راسي بلا كنربي رفعه، وإلا كبرت غادي تاكلني، وانا كنت ناويه نزوجها بولدي. الساعه هي صدقات بغات تدور ليا بالراجل. هذه هي القصه ديالي اخوتي خواتاتي. المهم اللي عندها شي تعقيب عليا انا تخلي ليا في لي كومونتير، انا غادي نقرا لي كومونتير ديالكم كاملين وشكرا لكم بزاف لو وصلتوا حتى لهنايا. وانا مأكده بلا القصه ديالي انا بصح درت فيها غلط، وانا عارفه شنو هو الغلط، هي اني جبت بنت خويا لعندي، كان خصني نخليها في الدار ديالهم ونعاونهم بحال اللي كنت كنعاونهم، ونزيد نعاونهم قد ما قدرت. انا جواهر غنقول لكم شكرا لاي واحد شافني كنستاهل وتفاعل مع الفيديوهات ديالي، هي باي بصمه، هي بلايك، هي بالكومونتير، هي باشتراك، المشاهده حتى الاخر. شكرا لكم بزاف. واللي بغات القصه ديالها نعاودها لها باللسان ديالي، انا غنخلي لكم النمره دو واتساب في صندوق الوصف وتواصلوا معايا.